السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل العيش البلدي بخطوات سهلة وبسيطة، وهقولك بقى على طريقة العجينة المظبوطة اللي تخلي معاكي العيش كله يرتفع. اللهم بارك، من اول رغيف لحد اخر رغيف العيش كله ارتفع، وكمان كان طري جدا بعد السوا. يا ريت بس تتبعي الخطوات للاخر، ويا ريت لو اول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هعمل النهاردة 15 كيلو دقيق أسمر. الدقيق الأسمر اللي هو الدقيق المدعم، الدقيق المدعم اللي أنا باخده بدل العيش. لو انت حابة بقى تخلطي مع الدقيق الأسمر دقيق زيرو، العيش هيطلع معاكي تحفة. لو هتخبزيه وحديه يبقى خلي بالك بقى من خطوات العجين. في الأول بننخل الدقيق وبنطلع منه النخالة، ومع الدقيق بنضيف بقى معلقتين كبار ملح، معلقتين كبار خميرة، وكيس باكنج باودر بيخلي العيش يرتفع وكمان يدفى في الشتاء. النهارده الجو كان برد خالص يا جماعه، علشان كده انا ضفت الكيس باكنج باودر. الباكنج باودر مع الخميره بيدفوا العجين وبيخليه يطلع معايا بسرعه، وكمان العيش كله ارتفع. لو حابه بس تضيفي الخميره عادي خالص. اهم حاجه هي خطوات العجين. وعشان بقى تعجني العيش البلدي مظبوط، حتى لو هتعملي كميه كبيره او كميه اقل، لازم بقى تعجني العجينه في الاول يابسه، وبعد كده تلتيها على اليابس، بعد كده طري فيها واحدة واحدة. العجينة في الأول كانت بتتقطع معايا وأنا بطريها، بس في نهاية العجين هتشوفيها معايا عجينة ناعمة، وكمان هتكون اتطرت واتخدمت مظبوط. أهم حاجة هي خطوات العجين. ولو تعبت شوية ريحي، بس أهم حاجة إن انت ما تطوليش قوي في وقت العجين في الشتاء، علشان العجينة ما تبردش، وكمان تبقى فيها نفطة في الآخر. النفطة اللي هي بقى بتخلي سمك الرغيف تخين قوي من تحت، ومن فوق بيبقى رايق. كده بتكون العجينة بردت معاكي وانت بتعجنيها. اهم حاجة في الشتاء التدفئة، يعني واحنا بنعجن ما نطولش في وقت العجين. المية اللي بنعجن بيها تكون مية دافية، يعني مش مية باردة او مية سخنة جامد. وكمان الخميرة تكون مظبوطة، وما نطولش في وقت العجين، ونحاول ان احنا نغطيه ونتقل عليه. هتلاقيه بقى العيش البلدي في الاخر طالع معاكي تحفة. شايفين بقى ملمس العجينة في الاخر؟ انا طريت العجينة واحدة واحدة، يعني ما جيتش مرة واحدة ورحت مطرية العجين. العجين لو طرتيه مرة واحدة هيغلبك، وهتلاقيه بيتقطع وهيغلبك جدا وانت بتعجنيه. كمان علشان اشوف العجينة مظبوطة ولا لا، انا بقطع رغيف وبحطه على وش العجين. لو سرح معايا على بسيط يبقى كده العجينة في الوسط، واحنا عايزينها عجينة في الوسط. بس انا حطيته كده ما سرحش معايا، لقيت العجينة يابسة فنزلت بالمية. لو سرح معاكي جامد يبقى كده العجينة كانت طرية قوي، فمحتاجة ان انت تظبطيها بطبق دقيق وانت لسه بتعجني. عملت بقى اختبار للعجينة تاني، لقيت بقى الرغيف سرح معايا كده على بسيط، يبقى كده العجينة في الوسط، وانتوا شايفينها كده ما شاء الله ما فيهاش تلزيق وناعمة واتخدمت. ألم بقى العجينة وهغطيها وهتقل عليها. أهم حاجة التدفئة. بعد بقى ما نخلص عجين خالص بنكفي عليها الطشت، ومن فوق الطشت كده لحاف أو بطانية علشان العجينة تدفى. وبعد كده بنسيبه بقى لما يخمر. أهم حاجة وقت الخمر منستعجلش عليه خالص، علشان بقى لفيت الطشت باللحاف ما خدش معايا غير ساعة ونص. قمت بقى فرشت ملاية كده جنب الفرن، وفرشت عليها النخالة. لو هتعملي في صواني تقلي شوية النخالة، علشان بس تعرفي تلقطي الرغيف ويبقى قعره متساوي. العجينة ما شاء الله مخدومة واحنا بنعجنها، فالعجينة ليها عرق، يعني بشدها كده لفوق ما بتتقطعش، والعجينة مخدومة وناعمة وفي نفس الوقت عجينة طرية. بعد كده هنقطع بالزيت، بس هنوسع بيد عن بعض. ولو هتقطعي بالدقيق هتغطي علشان ما يعملش معاكي طبقة ناشفة. واحنا بنقطع ما نفشش الخمر، يعني نقطع على طول، ناخد كده على حرف الطشت ونقطع. لو فشيت الخمر وقعدتي تعملي في العجينة في التقطيع هتلاقي بقى العيش بينفض معاكي. كل الخطوات دي لازم تظبطيها علشان تطلع معاكي مظبوط. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. كل ما خطواتك هتكون مظبوطة كل ما هتيجي تخبزي العيش هيطلع معاكي مظبوط. طب لو انت لسه مبتدئة ومش عارفة ترحي والمطرحة تقيلة عليكي ومش عارفة تحركي الرغيف، انا عايزاكي بقى تمسكي المطرحة من تحت اليد زي ما انا ماسكاها كده. جربي بس تمسكي المطرحة كده من تحت اليد، هتلاقي نفسك بتعرفي ترحي. وكمان انت ظابطه العجينه من الاول، يعني مش هيبقى فيه حاجه صعبه خالص. لو مشيتي على نفس خطوات العجين العجينه هتكون معاكي مظبوطه، يعني مش عجينه يابسه جامد صعبه ان انت ترحيها، او عجينه طريه بتتلزق. يعني اهم حاجه في الخبيز كله
هو العجين. نظبط بقى العجينة والخطوات كلها هتكون سهلة. هنجرب بقى مع بعض أول رغيف وبنسمي وبنرميه، واحنا بنرمي كده لو احنا لسه مبتدئين بنوطي الشعل شوية علشان ما تلخبطش معانا الرغيف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شايفين بقى الجمال؟ العيش البلدي سهل جدا ومفيهوش أي حاجة صعبة خالص. ومن أول رغيف لقيته مظبوط هكمل بقى بقية الخبيز. لو لقيتي أول رغيف منفض وكمان ما ارتفعش، اصبري بقى عليه شوية وارجعي اخبزي. لو مش حابة ان انت تعملي حجم الرغيف كبير في الأول وانت لسه مبتدئة، اعملي أي حجم انت عايزاه. أهم حاجة جربي بس تمسكي المطرح من تحت اليد وتظبطي العجينة. ان شاء الله هتخبزي العيش البلدي ايا كان حجمه هيطلع معاكي مظبوط وهيبقى تحفة. ومن تاني رغيف يا جماعة لقيته ارتفع وكمان البلاطة يعني مش سخنة جامد، يعني ما نسخنش البلاطة جامد علشان ما تحرقش معانا الرغيف. وكمان بنسوي بقى الرغيف حلو من فوق، يعني بنديره كده لحد ما بيستوي حلو. الرغيف بقى اللي بيرتفع بنديره بالراحة خالص علشان ما يطلعش سخون على ايدينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. خطوات العيش البلدي سهلة وبسيطة، بس اللي يلتزم بيها العيش البلدي هيطلع معاه مظبوط من أول مرة. لو ما عندكش بقى مطارح ولا فرن وعايزة تعملي العيش البلدي، يبقى اعملي بقى العيش البلدي اللي أنا عملته على عين البوتاجاز وسويته على المصفى. وتسوية المصفى أحلى من الفرن بكتير. العيش كله هيرتفع معاكي وكمان هتطلعي أحلى عيش بلدي هتعمليه من غير مطرحة خالص. ارجعي بقى شوفيه، هو موجود على القناة وكمان طريقته سهلة جدا للناس المبتدئة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عملنا العيش البلدي بطريقتين، اي طريقة هتلاقيها سهلة اعمليها. العيش البلدي لو العجينة مظبوطة مش هيغلبك خالص في اي حاجة، يعني التسوية سهلة جدا. لو هتسويه بقى في الفرن او في فرن البوتاجاز او هتعمليه على عين البوتاجاز، اهم حاجة في خبيز العيش البلدي كله هو العجين. يعني لو العجينة جت معاكي مظبوطة الخطوات كلها تكون سهلة. طيب لو بتخبزيه وطالع متجلد وناشف معاكي، هقولك بقى قومي طري بقية الكمية واعجنيها تاني وسيبيها نص ساعة وارجعي اخبزي منها، ان شاء الله هيطلع معاكي تحفة. لو لقيتيه برضو بيتلزق معاكي ومغلبك وبيتلزق في المطارح وفي الفرشة وتلزق في ايديكي، العجينة كده طرية، يبسيها شوية بكيلو دقيق. يعني لو عاملة كمية كبيرة حط لها كيلو دقيق واعجنيها تاني، سيبيها بقى نص ساعة وترجعي بقى تقطعي وتسيبيها على النخالة. اهم حاجة ان انت تسيبي العيش اللي انت بتقطعيه على النخالة بتاع تلت ساعة على ما يختمر. في الشتاء بياخد وقت. ادي بقى شكل العيش يا جماعة، بجد طالع تحفة، طري وكمان ارتفع واللهم بارك، مش محتاجة بقى ان انا اتكلم عنه. ان شاء الله لو جربتي نفس الخطوات هيطلع معاكي مظبوط. بتمنى ان يكون شرحي بسيط وتكوني طلعتي حتى لو بمعلومة بسيطة، واتمنى بقى ان انت تدعميني بلايك واشتراك للقناة. استناني في فيديو جديد. السلام عليكم.